السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. ايه رأيكم؟ انا عاملة النهاردة شوية كشري مصري كده، تيجي نعملوه نجربوه سوا مع بعض. تنسوش يا حبايبي لو شفتم الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، وتنسوش بقى تشيروه. يلا تعالوا بينا نشوف احنا عملنا طبق الكشري الجنان ده ازاي. ده بصل ضربته في الكبة كده وحطيت عليه معلقتين نشا ومعلقه دقيق علشان هنعفره كده بالنشا والدقيق عشان لما نحمره تبقى البصلايه كده مقرمشه للكشري. لو ما عملتيش الخطوه دي البصله بتاعتك هتلزق في بعضها وهتبقى طريه ومش هتقرمش زي بتاعه المحلات. دي مكرونه اسباجيتي ومكرونه صغننه كده، دي اللي لقيتها عندي، ودي مكرونه اسباجيتي وانا سلقتها وصفيتها وحطيت لها كده معلقتين زيت عشان تفضل مفرفره كده وحلوه. انا حطيت زيت في الطاسه اهو علشان يقدح، وهحط فيه البصل كده بسم الله. ما تحطيش كتير عشان يبقى مفرفر كده ويتحمر ويبقى حلو، اعمليه على مرتين ثلاثه متستعجليش يعني. ده عدس الجبة او العدس البني. ده انا يعني كان الاول بنسلقوه كده ونحطوه مع الكشري، بس لا، في طريقه دلوقتي احلى، انك انت بتنقعيه في الميه من قبلها من بالليل، بتنقيه وتغسليه كويس وتنقعيه يعني. طبعا ده كان كيس جاهز يعني ما فيهوش اي حاجه يعني، ما نقيتهوش نجيف، فانا نقعته بس كده وهنحطه بقى مع الكشري. شايفين البصله شكلها جميل ازاي؟ يا ريتك ما تحرقيش البصله او تغمقيها اكتر من كده، علشان كده لما يكون لونها ذهبي وحلو كده بتبقى جميله. سامعين الخرفشه؟ بصوا اهو مش ملزقه في بعضها ولا اي حاجه، سامعين؟ ولسه بقى الحبه التانيين هنعملوها. من نفس الزيت اللي حمرت فيه البصله انا خدته صفيته، علشان طبعا هو بيبقى فيه تحت دقيق عشان كان معصفر بالدقيق والنشا زي ما قلت لكم. ودي بصلايه تانية كده من غير دقيق، دي هنحمرها كده. دي بقى نحمرها عشان نعمل بقى بيها كده ايه الصلصه بتاعت الكشري. في ناس بتعملها بالثوم اللي يعجبك، بس انا بحبها كده بالبصله علشان احنا كده كده هنعمل دقه بالثوم. انا حطيت الطماطم وحطيت نص معلقه بابريكا وشويه شطه صغيرين، لان احنا طبعا هنعمل الدقه بالخل والثوم فبنحط لها شطه كتير، وهحط لها برده معلقه خل، وطبعا رشة السكر زي ما انتوا عارفين في اي معجون طماطم او اي عصير طماطم علشان الحموضة. وادي كمان شوية فلفل اسود اهم، بس غلوتين بقى كده كمان وهنطفوا عليها. دي كده حتة توم مفروم، وانا حطيت عليها معلقة شطة ومعلقة بابريكا برضو، وهناخده معلقتين صلصة من اللي انا عملتهم دي كده، مش معلقتين يعني معلقتين بالظبط، لا يعني حبة كده شوية كده حلوين كده يعني اهو. هنحط بقى عليها شوية خل وهنحط شوية مية وهنحط رشة ملح وشوية كزبرة ناشفة اهو كده. نقلبوها بقى كده. بصوا دي بقى الدقة دي بقى زي بتاع الكشري الجاهز بالظبط، بتاعت مطاعم الكشري والمكرونة والحاجات دي. بقت طبعا كده هي ولع نور، بتاخدي منها بقى كده وبتحطي. لما ابتدي اطبخ الكشري على النار ان شاء الله ونجهز الطبق بتاعنا في الاخر هوريه لكم برضه. اخدت شويه زيت كده وحطيت هنا اهو
شويه مكرونه شعريه هنحمرهم. الرز غسلناه اهو، والمكرونه الشعريه اتحمرت اهي. هنحطه بقى كده قبل الميه. هنحط العدس اهو بعد ما حطيناه. هنقلبه بقى كده كويس. انا حطيت له معلقه ملح، طبعا الملح ده حسب رغبتك. شوحيه كويس بقى كده في الزيت، وبعد كده حطي عليه الميه. بسم الله. اهم حاجه ما تخليهوش طري قوي، خليه مفرفر كده. اهم حاجه في الكشري ده لازم ان يكون الرز مصري، ما يكونش بسمتي ولا الكلام ده، ما ينفعش. الرز الشرب اهو على النار، انا وطيت عليه وهنديله كده كمان تقليبه. بسم الله. عيار الميه بتاعته طالع مظبوط جدا، وهو اهو كشري قمر اهو. هنغرفه بقى سرفيس كده حلو. بصوا الرز مفرفر وجميل ازاي اهو. نحط بقى عليه المكرونه. طبعا الاكله دي ناقصها حمص، اللي هو حمص الشام ده، بس بصراحه احنا مش بنحبوه يعني. نحط بقى الصلصه هنا. طبعا الاكل كله سخن. حطينا الصلصه، وادي كمان الشطه اللي احنا عملناها، هي حراقه جدا طبعا اهي. زي ما قلت لك كده، حطي عليها شويه كزبره ناشفه علشان تديكي طعم بتاع المطاعم. وطبعا انت بتغرفي وبتحطي الحاجات دي برضو جنب منك كده، عشان اللي عايز يزود. والبصل بتاعنا اهو محرمش بقى وايه، بصوا مخرفش ازاي. حطي بقى كده هنا براحتك.
طبق كشري ايه اهو، حكاية كده. كده بقى احنا خلصناه. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واعملوه جربوه تحفة، هيعجبكم جدا. يا رب اللي شاف قناتي بقى كده ما عملش اشتراك بقى، يعني اقول له ايه؟ ها، يا ريت بقى كده تشتركوا في القناة عشان نبقى حلوين كده وحبايب وصحاب. اشتركوا في القناة وما تنسوش اللايك. مع السلامة.